السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، يا رب تكونوا بخير وبألف خير. اللهم ارحم موتانا واشفي يا رب مرضانا. في صباح يوم جديد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حضراتكم يمكن سمعتوا كلكم عن خبر زيادة أنبوبة البوتاجاز بتاعت الناس لاستخدام البيتي، إنها وصلت 150 جنيه في المستودع. 150 جنيه يعني عشان توصلك في بيتك حضرتك لو ساكن في الدور الثالث ولا الدور الرابع عشان تجيلك يعني 200 جنيه 190 جنيه. أكيد الراجل اللي هيطلعها ويلف بيها مش هيديهالك ب150 جنيه. طب هو كله ضرب ضرب ضرب، مفيش شتيمة على رأي الفيلم، يعني كله خبطات كده، خبطات خبطات. طب والناس هتلاقيها منين ولا منين؟ يعني ده الناس داخلة عليها مدارس، الناس داخلة عليها مدارس، كتب خارجية وما إلى ذلك. أنبوبة تزيد 50 جنيه. يعني ده في مثل بيقول اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى أعمى. هي الحكومة دي ما بتشوفش، الناس هتجيب منين؟ السؤال هنا، الناس هتجيب منين؟ فواتير الكهرباء ولا أنبوبة البوتاجاز ولا فاتورة المية ولا أسعار الأكل ولا أسعار العلاج ولا أسعار الكتب الخارجية ولا أسعار الدروس الخصوصية؟ إيه اللي بيحصل يا إخوانا؟ ده إحنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو إيه؟ هو إيه يعني؟ اللي بيحصل ده بصفة دايمة مش كويس، مش كويس، مؤشر خطير. الناس خلاص ما بقتش على آخرها، خلاص المؤشر فلت. لما يكون عندك جهاز كده بيقيس درجات الارتفاع الغضب، خلاص الجهاز انفجر. وانتوا السبب، انتوا السبب. موضوع كده يا اخوانا زاد عن حده. احنا بنقول اهو، عمل اللهم بلغنا اللهم فاشهد. 50 جنيه في الانبوبه ليه؟ والكهرباء بتزيد بالشكل ده ليه؟ الناس هتجيب منين؟ الناس ما بقتش على اخرها، الناس عدت اخرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.